السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد المفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه مون كارنت دي فوياج. التطبيق ده مساحته 31 ميجا، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بان هو بيعرفك يوميات السفر او بيعرفك معلومات عن الرحلة او رحلة السفر بتاعتك. من خلال التطبيق ده بتقدر تعرف الفنادق والمناطق اللي موجودة، ويقدر يعرفك المطار اللي انت بتنزل فيه، ويقدر يعرفك الطرق والشوارع المتاحة اللي انت تقدر تمشي فيها، الأماكن اللي تقدر تعمل منها شوبينج، الأماكن اللي انت تقدر تروحها وتقدر تزورها كمتاحف كمعالم سياحية. والأماكن اللي انت ممكن تشتري منها الحاجات اللي هو التذكار أو أي حاجة أو ملابس أو أي حاجات مخصصة انت بتكون عايزها. الحاجات دي التطبيق بيقدر ان هو يعرفها لك، كمان بيقدر يعرفك حالة الطقس في البلد اللي انت رايحها والساعة يعني الساعة دلوقتي كام. وبيعرفك كمان العملات وأسعار العملات والحاجات دي كلها. كل الكلام ده بتقدر تعرفه من خلال التطبيق ده. ده بالنسبة لمميزات التطبيق. عيوب التطبيق ان هو بيكون باللغة الانجليزية، مفهوش لغة عربية، بالاضافة لان التطبيق بيكون بيطلب منك الاشتراك او شراء التطبيق علشان تقدر تستمتع بكل المميزات بتاعته اثناء سفرك واثناء رحلتك. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولها فيها حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. اما لو انت آه لقيت الفيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمله لا يكون التطبيق فيه حاجات مختلفة، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج وتقول لي نزل لي شرح للتطبيق ده، وانا هنزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. اما لو انت آه الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله علشان الناس اللي او بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجودة على القناة وتلاقي فيها حاجات مختلفة بعد ما تحمل التطبيق، سواء حاجات ايجابية او سلبية، تكتب في التعليقات تقول لك انتوا ليه مش قايلين على كل الحاجات اللي موجودة. ده ببساطة لأن وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجودة. أما لو أنت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين بأسبوع بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي أنا قايلها هي اللي موجودة في التطبيق. الكلام ده بنقوله علشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بنزل لها تحديثات مستمرة، يعني ممكن كل يومين كل أسبوع كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من معالم التطبيق كلها ويخليه أسوأ أو يخليه أفضل. بس كده وشكرا، سلام عليكم.